لازم لاقي حل نهائي لهالموضوع. لإمتى رح ضل ساكت؟ رح خبر الدكتور عصام بكل اللي صار معي ومع رهف، هيك أحسن شي. ادخل. تمام سيدي، تفضل. شو هاد؟ نتيجة تحليل الجثة المدفونة اللي لقيناها بالحرش، تقرير الطبيب بيقول بعد التحليل إنه الجثة للمغدورة اللي هي العبد اللي اختفت من فترة. يعطيك العافية. تمام سيدي. ألو. مساء الخير كمال. مساء النور، كيفك؟ اتصلت فيك مشان خبرك شي بخصوص البنت ليلى عبد. لقيتوها؟ لقيناها جثة مقتولة وملحوشة بحرج. شكرا كتير. شكرا لأنك شاركتني بالمعلومات. ايه أكيد. وانت كمان دير بالك على حالك. سلام. سلام. امتى رح نلاقي جثة ليليان وعرفان ويارا؟ مين هدول الناس؟ مع مين عم نتعامل؟ لإمتى رح ابقى هون؟ هي بإيد أخوك، نحن ما دخلنا. يا بتطلع من هون لحياتك الطبيعية، يا بتطلع من هون على القبر. ليش عم تزعجيني وتزعجي حالك؟ انتي ما بتعرفي شو حسيت لما رجعت من السفر وعرفت اللي صار. يا بابا ليش ما بدك تحكي؟ شو اللي مانعك؟ الدكتور قال لي انك فيكي تحكي معنا. انتي ليش ما بدك تسمعيني صوتك ليش؟ خلص يا بابا خلص، ما في داعي اسمع صوتك، مو منك منيحة. بحبك يا بابا كتير كتير.
مكتوب مكان تبادل الوقت، خليكم معه وجيبوه بالوقت المطلوب. تمام معلم. وانتبهوا، ما بدي اي تاخير. يا حبوبتي البابا، أنا رح أضل جنبك على طول. رح أعمل أي شيء لحتى ترجعي وتمشي مرة تانية على رجليكي. رهف اللي أنا بعرفها لا يمكن تستسلم أبدا أبدا. تروح وترجع بالسلامة دكتور، ومن هون لوقت رجعتك بتكون كل الأمور المتعلقة بالمركز مكتملة. كتير منيح. وأنا رح أستغل سفري بإني أعمل جولة على أكثر من مركز هنيك، ورح أطلع على طريقة عملهم. ممتاز كتير. وإذا شفت إنه في أجهزة ناقصة عنا فينا نستوردها من برا. اهتمامك الكبير هذا بالمركز هو يلي شجعني على العمل. مدام أنا حاسس إنه رح نعمل شيء كتير مهم ومختلف. بوجودك أكيد رح نساوي شيء مهم. تسلمي لي. تفضل دكتور. خلصت شغل، عم فكر روح على البيت ارتاح. خير تعبانة؟ يعني ما في شيء أعمله. طيب شو رأيك اقترح عليك شغلة؟ أنا موافقة. هلا هيك موافقة بدون ما تسمعي الاقتراح؟ إيه شو بده يكون يعني؟ أكيد عازمني على مكان حلو. قلت لك انك قوية كتير. رح مر لعندك واخذك. لا ما في داعي، بيجي لحالي، بعرف المكان. أنا مكان؟ أنا ما حكيت شيء. مو عازمني على المطعم اللي أكلاته طيبة؟ بلا، حقك على راسي من فوق. صاير احكي وانسى. بخلص شغله وبمرق لعندك. سلام. لا تتصرف أي شيء قبل ما تتأكد من المعلومات. كل حركة مدروسة منيح، كون مطمن يا أخ. اليوم رح تكون عندك معلومات. مر الوقت بطيء وطويل لحتى وصلنا لهذا اليوم. المهم إنه نحن وصلنا. أنا تأخرت، صار لازم أمشي. انتبه على حالك. أنا بتمنى كل لحظة أكون فيها معك. بعرف. بصراحة في موضوع أنا حابة أحكي فيه معك، بس محروجة شوي. محروجة؟ بالعكس، احكي اللي بدك إياه، أنا جاهز أسمعك. هو بخص مركز معالجة الإدمان اللي خبرتك عنه. خير شو في؟ أنت بتعرف قديش المركز مهم بالنسبة إلي، وأنا عم بستنى بفارغ الصبر لحتى يزبط، وكل أمور حياتي التانية متوقفة عليه. أنا بعرف هذا الكلام كتير منيح ومتحمس أكتر منك، بس ما فهمت شو الموضوع. الإجراءات والروتين عم يأخروا افتتاحه. ليش المركز صار جاهز؟ لا عم يجهز، بس أنت بتعرف الإجراءات رح تاخد وقت كتير. لا إذا بهذا الخصوص انسي، ما في مشكلة. بس يجهز المركز خبريني، أنا رح أكون جنبك وساعدك. عن جد عم تحكي؟
طبعا عن جد عم بحكي، اساسا انا مستعجل اكثر منك لحتى نفتتح هذا المركز. شكرا كمال، كثير عم تريحني بكلامك. بس انت ما عم تريحيني. ليش؟ لانه انا كثير جوعان، ما بدك تاكلي؟ لا هلا صار فيني اكل، يلا خلينا نطلب الاكل. اهلين عمي. كمال وينك؟ انا بالشغل. خير شو في؟ راف صحيت. إيه الحمد لله. طمني كيف وضعها هلا؟ منيحة بس شو؟ ما في شي بس انت تعال ونحن بنحكي. ماشي يا عمي، انا بكره بمر وبشوفك. طيب مع السلامه.